على آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واغتنموا مواسم الخيرات قبل فواتها. عباد الله، لما انقضت أشهر الحج المباركة أعقبها شهر كريم هو شهر الله المحرم. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. عباد الله، قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أي قسم رعيته إلى أقسام يستضعفه طائفة منهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، فجعل يستعبدهم في أخس صناع، ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وكان الحاصل له على هذا الصنع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج في ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه. وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل، فتحدث بها القبط فيما بينهم، ووصلت إلى فرعون، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام، ولن يغني حذر من قدر، فقد شاء الله ألا يربي هذا المولود إلا في دار فرعون ويتغذى بطعامه وشرابه. فلما حملت أم موسى به احترزت من أن يعلم حملها، ولم يكن يظهر عليها علامات الحمل، فلما ولدت ضاق به ذرعا، فألهمها الله أن تتخذ له تابوتا، وكانت دارها على نهر النيل، فكانت ترضع ابنها، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت فأرسلته إلى البحر، وكان في التابوت حبل تمسك به، وأرسلته ذات يوم ونسيت أن تربط الحبل، فذهبت التابوت وفيه ولدها مع النيل، فمر على دار فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ووضع بين يدي امرأة فرعون، فلما فتحته رأت وجهه يتلألأ بالأنوار، فوقع حبه في قلبها. فلما جاء فرعون ورآه أمر بذبحه، فدافعت عنه وقالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقد حقق الله لها ما رجت، فهداها الله به وأسكنها جنته بسببه. ولما أرادوا أن يغذوه بالرضاعة لم يقبل ثديا، فحاروا في أمره فأرسلوا مع القوابل إلى السوق لعلهم يجدون له مرضعة يقبل ثديها، فرأته أخته ولم تظهر أنها تعرف، بل قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع الهجرة ووعد المهاجرين إليه أجرا عظيما، فقال في كتابه العزيز: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. عباد الله، صلوا وسلموا على رسولكم كما أمركم ربكم في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب الخلفاء والسادات الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين، وأذل الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على
عليه أزركم ولذكر الله أكبر.